ومع كتر الكلام وصل الخبر لناس أكتر، وبدأت الأسئلة تتجمع. مين اللي بيزور البيت؟ ليه كل مرة في اختفاء؟ ليه مفيش إجابة واضحة؟ وليه كل اللي يدخلوا البيت تقريباً محدش يشوفهم بعد كده بنفس السهولة؟ هنا بقى التحقيق بدأ ياخد منحنى تاني. اللي دخلوا البيت كانوا شايفينه عادي، لكن اللي كان بيحصل جواه كان أكبر من مجرد بيت في حارة. التحقيق جمع الخيوط، الشهود اتكلموا، والتفاصيل الصغيرة بدأت تركب فوق بعضها. نفس الوجوه، نفس السلوك، ونفس النمط اللي بيتكرر بشكل يخوف. الشرطة بدأت تراجع الكلام كله من أول وجديد، وكل ما الخيط يلف كان بيرجع لنفس المكان، البيت ده.